جيتو نعور قبال مازا بنطالب بويري وحاج موسى لكم المباريات في كأس العالم. انطلاقة اللقاء في هذه اللحظات واسترجعها لمصلحة منتخب بيتكوفيتش. نلعب 5 دقائق دائما. التعادل 0 مقابل مرمى موسى كامارا بعد انطلاق امين عمية. اولى الركنيات في المباراة لمصلحة بانه الفضاء كان امامه صاحب التسديدة غينيا تاريخيا صحيح لانه الى تماس. كان بإمكانك أنك تمرر لسعيد بن رحمة من هناك يا عمورة. عمورة انطلق كصم صياغة التسلل. عمورة حتى سعيد كان أفضل سعيد اختار الحل الفردي وحارس المرمى على عطال ثم عيسى بوداوي طلب الكرة ولكنها لم تمر. يوسف عطال يعود إلى الخلف جد حارس المرمى موسى كامارا. المرتدات يريد انه يستغل لكن اللقطه الخطيره الوحيده كانت من جانبنا. زروقي داري الكره لجيراسي وتوغاي كان يتفرج من حسن الحظ انه اللاعب جاية هشام في الرقابه اللصيقه امام مولاي سيلا يجيد التعامل معها سيرو جيراسي. نصف هذا المنتخب الغيني يغير الجناح تماما. الماضيه لما بن سبعيني منحها العموره سجل قائد فريق المنتخب الوطني في مباراه هكذا والمساحه خداها بيده فعلا في المره الثانيه لما اصطدمت به. هنا كانت سليمه وفي الثانيه اعتقد بانه لمسها امين عموره الذي كان قاب قوسين او ادنى من تسجيل، ولكنك ستسجل امين. توغاي وعيسى مندي بالاضافه الى زروقي واحد منهما اخيرا ربما كانت تستحق البطاقه لانه كان دفع متاني حتى يحول كره عاليه بالراس مثلا. اما بهذه الكيفيه فالافضل انه يكون عموره للانطلاق والتسديد الى الخلف في سياق سيلا من حجام ثم يلعب مع توغاي قصير. كرة لرياض الدفاعي رائع يعني رياض يساعد. يجب ان نقول هذا حد. هذه اللقطة يجب ان تشعرنا بالخطر. هذه اللقطة يجب ان تجعلنا نراجع حساباتنا. تحدثنا عن الصعود والرجوع البطيء. انه انقاذ الموسم يا يوسف يا عطال وكأنك سجل غير جاهز لاستقبال الكرة. بن رحمة ضاعت له رحمين بالجهة اليسرى لأنه كان تقريبا أمامك الكرات التي يتحصل عليها وخاصة لما يستثمر في الصعود بعد. هي سارية رياض الموطني مرت يعود الى عموره يراوغ الاول ويلعب مع الثاني. هاي كره داخل منطقه العمليات يخرجها الدفاع. يلتفون عناصر منتخب غينيا بشكل ممتاز على حارس مرماهم رحمه غير عناصرنا متراجعه. هذا البديل صاليفو يعود كويري في الامام عموره على الجهه اليسرى منطقه العمليات. عودة لمخالفة على مشارف التماس لمصلحة منتخب غينيا الباحث لعناصر منتخب غينيا التي تبحث هل كان فيها لمس باليد في